ليه في ناس عندها فوبيا من الطيران رغم ان الاحصائيات بتقول ان الطياره هي امن وانضف بكتير من العربيه او القطر؟ ايه اللي يخلي ناس تتوتر او حتى تنهار لما الطياره تتحرك؟ خليني اقول لك الحقيقه، الراكب بيقعد مربوط مش ماسك دواسه او دركسيون، وكل حاجه حواليه بتحصل بسرعه هو ملوش يد فيها، وده لوحده كفيل يخلي المخ يدخل في حاله قلق. كمان الطياره مكان مغلق فيه اصوات غريبه، اهتزازات، تغير في الضغط، فالمخ بيترجم كل ده على انه خطر حتى لو فعليا مفيش اي خطر حقيقي. اللي عندهم فوبيا من الطيران بيكونوا ناس غالبا بيحبوا التحكم دايما، اللي يسوق بنفسه او اللي مش بيحب المفاجآت، فلما يركب طياره بيحس انه مسلم نفسه وده بيخوفه. غير كده الافلام والحوادث اللي بنسمع عنها بتسيب اثر حتى لو نادره جدا، مجرد التفكير فيها بيكبر الخوف جواه، والمخ ما بيفرقش بين الحقيقه والتخيل. يعني الخوف مش من الطياره، الخوف من الاحساس بالعجز، ولما تفهم ده تقدر تسيطر عليه. علشان اللي بيخاف من الطيران مش محتاج دواء، محتاج يفهم نفسه. بس على سيرة الفهم، عمرك سألت نفسك ليه دايما الطيارة بتطفي الإضاءة وقت الإقلاع والهبوط وبالذات بالليل؟ استناني الحلقة الجاية والإجابة هتفاجئك.